تجاوز مانشستر سيتي عقبة ضيفه فولهام بصعوبة بالغة بفوزه عليه بثلاثية مقابل هدفين البارحة السبت في المرحلة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووقع ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 32 و47 وجيريمي دوكو في الدقيقة 82 على أهداف السيتيزنز، بينما بصم أندرياس بيريرا في الدقيقة 26 ورودريغو مونيز في الدقيقة 88 على هدفي فولهام، وهو الفوز الخامس لفريق السيتيزنز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف أمام أرسنال الثالث. في المقابل تجرع فولهام لهزيمته الثانية مقابل 3 انتصارات وتعادلين ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المرتبة السابعة مؤقتاً.